الأهلي يفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2. الأهلي أنا بقيت شايفك في الجدول، شايفك في اللبنات، لكن مستوى وأداء أنا مش لسه مش شايفك. مش ده الأهلي. الأهلي بقى مستباح، أي حد يهجم عليه وأي حد يجيب اجوال في أي وقت. الأهلي بقى دفاعه عادي، اللي عايز يجيب أي فرقة مع احترامي للجميع، أو لو مركزها أي مركز. الأهلي مستباح. الأهلي كسب 4، لكن الأهلي ريح. إيه الحاجات دي؟ الأهلي ريح. أنا أعرف في الكورة إن لما أبقى كسبان لغاية الدقيقة 54 3-0، إن أنا أدوس وأزود وأدوس على اللي قدامي وأكسب وأزود وأفوق نفسي، وكل جون ليه حساب. لكن الأهلي تراجع من 3-0 ل 3-1 ل 3-2، وكان ممكن في أي وقت يحصل لولا اشرف بن شرقي. على فكره اشرف بن شرقي الفاول اللي قبليه كان عايز يشوطه، بس حسين الشحات طمع فيه شويه وقال له عشان خاطري وشاطه، وبعديها وقع واتصاب. الفاول التاني جه من نفس المكان اللي بن شرقي اللي حط منه الرابع. فوارق فرديه هي اللي بتحل، لكن لا ده الاهلي ولا ده مستواه. مش ده الاهلي اللي هياخد بطوله الدوري او هيلعب على البطولات. لسه بدري قوي علينا. احنا كسبنا وبقينا متشافين في الجدول، لكن لسه ككوره احنا مش متشافين. عايز افكركم ان الاهلي في فترة التوقف الدولية اللي فاتت، الاهلي كان بيتمرجح ما بين ال 16، وبعد كده بعد ما رجعنا كام فرقة لعبت بقينا ال 13، وبعد كده تامن، ودلوقتي الاهلي بقى التالت مكرر، كلها 18، ولسه ليه ماتش. لسه بدري على الدوري ده. ويا ريت كابتن عماد النحاس يكمل وسيبوه يكمل، مش فارقه، خليه يلعب ويكمل. واقفلوا موضوع المدرب الاجنبي ده على الاقل دلوقتي، ال- التوقف وبتاع. خلي الراجل يلعب ويكمل، لما نشوف هيبقى احسن من غيره والله صدقوني. وعايز اقول لكم كمان ان الاهلي بقى في الجدول بيرجع لمكانه الطبيعي لحد ما يجي بيراميدز. ليه 3 ماتشات متأجلين، يكسبهم يبقى هو الأول. سلام.